مساء الفل يا ادم. مساء الجمال يا حازم. التسجيله دي احسن من اللي فاتت عشان قلت اللي فاتت مساء الفل يا نجم. محدش عارف اسمك اصلا. صح كده. ايه الاخبار؟ انا زي الفل، انت اخبارك؟ الحمد لله يا معلم، كله تمام. كله كويس. السؤال الحاجه اللي كانت جايه ببالي نبتدي بيها كلامنا حته او السؤال، لان انا من كتر يعني الفتره اللي فاتت لما كنت بسجل كونتنت كده على تيك توك ساعات بشوف ردود افعال مختلفه من الناس في الكومنتس. يعني في ردود افعال شكرا جدا، انت افدتني انا، انت نورت لي حاجه انا كنت شايفها. وفي ناس بتبقى شايفه ان الموضوع مش مستاهل، انت ليه بتافور، انت بس اذكر ربنا وقرب منه، كل حاجه تكون كويسه. دايما الناس بتتعامل مع الثيرابي يا اما يعني في ناس بتبقى شايفه ان هو حل لكل حاجه في الدنيا، وفي ناس بتبقى شايفه ان هو رفاهيات عالم اول. فانت انا بصراحه حتى عندي فضول من وجهه نظرك، بان عدى عليك ناس كتير، انت بتبقى شايف هل فعلا في ناس ممكن تبقى قادره تتعامل مع اللي جواها بقرايه كتابين لو مشكلتها مش سيفير؟ ايه الخط اللي يفرق ما بين حد بيتدلع ومحتاج بس يبقى عنده امانه مع نفسه ويتحمل مسؤوليه، وما بين حد بجد محتاج حد بس يمسك ايده يقول له اقف بس على رجلك عشان انت مش هتعرف تقف لوحدك؟ فاهم قصدي؟ انا فاهمك جدا. بص، هكلمك من اتنين سايد اوف فيوز. بالظبط. ممكن اكلمك بالسايد فيو الاولانيه بتاعت ان ممكن يبقى شخص هو مش فاهم نفسه ومر بتجارب كتير جدا او مر بمشاكل كتير جدا في حياته مأثرة عليه بشكل كبير، فهو مش فاهم نفسه بس ماشي في اللوب بتاع الحياة بشكل كويس. بيشتغل، بيته كويس، دنيته كويسة، بيخرج مع صحابه، بس هو من جواه مش احسن حاجة. طب هو ليه مش احسن حاجة؟ لان هو مش عارف يكتشف نفسه بالشكل الكامل شوية. فممكن اقولك ان الشخص ده بيحتاج ثيرابي بشكل ان هو بس يفهم نفسه، او ان هو يتعرف على نفسه من شخصيته، عيوبه، الحاجات اللي هو بيحبها. ممكن يكون هو عايش في حياة اصلا مش بتاعته، ممكن يكون هو بيعمل دوره كويس جدا في الحياة دي بس هو مش مستمتع بيها. طب اللي يخلينا نكتشف او اللي يخلينا نغير ده شوية هو ان احنا نوريله بس الحاجات اللي هو ما يعرفهاش على نفسه. فالثيرابي هنا بيساعد جدا جدا. بس لو انا هرد عليك من سايد فيو تاني بتاع الحتة ان ممكن شخص يقرأ له كتابين، او ممكن شخص يقرب من ربنا شوية، يعلي روحانياته شوية، ده يساعد. هو ده طبعا بيساعد، بس الفكرة هو ده بيساعد مش بيحل. ده صح، توصيف صح يعني. تمام. الحل دايما بيبقى في حتة ان الشخص ده ممكن يبقى نفسيته بايظة تماما. طب هي نفسيته بايظه بسبب ايه؟ بسبب بقى تروماز مر بيها، بسبب توكسيك ريليشنز مر بيها، بسبب مرض نفسي هو تخطاه، بسبب ادكشن عدى بيه، بسبب في اسباب كتير جدا ممكن تكون مخليه الشخص ده عنده مشكله، بس هو بيسكنها. بس التسكين في الحته اللي انت بتكلمني فيها، ان انا اقرا كتابين، ان انا اخرج مع صحابي خروجه كويسه، ان انا اقرب من ربنا طبعا بيخلي الروحانيات وبيخلي روحك هاديه، طبعا ده شيء طبيعي جدا، بس ما بيحلش. انت مش شرط، انت صح. هو يسكن، بس هي الفكره، ودي نقطه انا ساعات بفكر فيها. هو ساعات حتى يعني انا شفت مدارس كتير في حاجات روحانيه بتكون الدوز الروحانيه فيها عاليه قوي، زي ال 12 ستيبس، والجانب الكوجنيتيف او الادراكي كده يعني فكره ان هما مش بيركزوا جدا في التراما وعلاقه التراما بالكوبينج بيهيفيرز والكلام ده كله. وفي حاجات تانية بحسها ناشفه قوي، ميري قوي، سلوكي معرفي، وممكن يكون الحته السبيريتشوال مش موجوده. والفكره كلها اعتقد من كلامك، هو انا ممكن بالنسبه لي مثلا لو الجانب الروحاني واتصال مع ربنا بيساعدني، وهيساعدني اكتر لما ابقى فاهم هو بيسد احتياج ايه، وانا انا فاهم نفسي. فلما باجي بحط الميه في الكوبايه مثلا، الميه دي كتعبير عن الروحانيات يعني حاجه بتسد احتياج، فانا عارف احطها في انهي كوبايه لان انا فاهم انهي كوبايه فاضيه، لان انا فاهم نفسي. كان في واحد صاحبي كان في النقطه دي، كنت مره بدردش معاه، هو راجل عادي مع يعني مش مخيش في حاجه، فعمره ما راح ثيرابي او عنده شويه مشاكل بس مش سيفير انف ان هو يقول انا لازم اروح لمعالج نفسي. فهو الراجل كان بيقرا كتب، كتاب كده لمسني جدا يعني، كتاب روحاني. فهو بيقول لي ليه ما يبقاش ده الحل بس لحد، عشان هو عارف ان انا يعني دايس في الحته دي، وكنت انا شخصيا بحضر مع معالج وكده. فهو لي المشكله يا معلم ان انت الروحانيات والعلاقه مع ربنا ممتازه لما يبقى من راشد لاله مش من طفل لاله. لما انت لسه بتكون طفل ولسه التراما بتاعتك موقفاك في انك متمحور حوالين نفسك، انت بتتعامل اصلا، ممكن تتعامل في العلاقات سواء علاقه علاجيه او روحانيه
اللي هو ماليش دعوه، حل لي مشاكلي انا فاهم، صليت لك ليه الدنيا ما بقتش حلوه، لان انت اصلا مش فاهم نفسك، مش فاهم انكارك، مش فاهم انت ازاي بتفكسيت او بتطفي. فاعتقد ده يعني فاهم قصدي. انا فاهمك جدا، ويمكن هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه، ده السايد فيو التاني بتاع ان معظم الناس او معظم ال الاهالي كمان، مش هقول لك الناس اللي مثلا ممكن تكون في سني او سنك، معظم الناس اللي هي مثلا 60 او 50 سنه دول ما بيقتنعوش بحاجه اسمها اصلا علاج نفسي او ثيرابي. تفتحش السيره دي. بيخبطوا جدا في الحته دي، علشان ممكن هم في الحياه بتاعتهم ما كانش ده موجود بشكل كبير، او كان ده موجود بشكل التلفزيون او الافلام كانت بتعبر عنه بشكل ممكن يكون وحش شويه، ان هو مجنون واتنين داخلين يكتفوه ومش عارف ايه. هو ده العلاج النفسي، فاي حاجه تانية انتوا كده بتهزروا. لو واحد عنده ديبريشن مثلا، واحد عنده انكزايتي، واحد، لا انت بتهزر مقارنه باللي احنا او بالمعتقدات اللي احنا فاهمينها عن العلاج النفسي. صح الحته دي يمكن احنا بنواجهها شويه، او انا بواجهها شويه مع الفاميليز بتاعت البيشنتس اللي بتيجي. هو شايف ابنه زي الفل، هو شايفه بيتدلع، يعني شايفه زي الفل بالظبط. الكلمه دي اصلا كلمه يعني شائعه جدا، حتى لما في ناس تبعت لي مسجز كوت ان كوت بتدلع دي اللي هو انا مش عارف اصنف اللي انت بتعمله. وزي ما انت قلت، لما بشوف الافلام بلاقي ناس مخيشه وبتشد بودره من على السرير، فانت لا، انت ابني وجميل ومؤدب وبتصلي، فانت لا، انت بتدلع. دي اللي انت بتقوله فكرني في كتاب كده بقراه دلوقتي اسمه The Myth of Normal، بتاع راجل كده اسمه جابور ماتي. فكان عارف الديبيت دايما بتاع ان الجينز هي اللي بتديك البري ديسبوزيشن، او هي اللي يعني في ناس اكل الموضوع جيناتيك. فهو بيتكلم هو بيتكلم في حته ان انت لو هتتكلم على جانب الجيناتيك، انت ممكن تكون شخص شديد الحساسيه، طبعك ده طبع اكيد، تلاقى معاك بيئه ابيوسيف جدا. فالبيئه الابيوسيف والاهمال العاطفي مع ان انت حساس عملوا كومبو خلاك يبقى قدرتك على تحمل الالم صفر. فهو دي النقطه اللي الناس بتمست. انت ابنك ممكن يبقى سنسيتيف جدا، انت بالنسبه لك كأب وأم انت ما اسأتش، بس انت مثلا كنت راجل ديتاتشد جدا، او مش بتدي ابنك اي شكل قبول او احتواء. فالالم النفسي اللي هو سببه له مع طبيعته مخلينا وعايش في ألم. انت بالنسبه لك مش شايف انك ولا هنت ولا ضربت، ايوه، بس هو الموضوع ليه ابعاد اكبر من كده، ايموشنال ابيوز. والفكره ان الواحد، دي الحاجه اللي اعتقد ناس كتير بتبقى مش مجمعها، هو الابيوز ساعات بيكون lack of giving، مش ان انا اقدر، يعني مش ان انا اكشن عنفه، لا، انا ممكن ما اعملش حاجه اصلا. يعني ممكن تقول لي ازيك عامل ايه، فانا اديك بوكر فيس وانت صغير، فانا قاعد اوصل لك رساله ان انت وقتي مش مهم اصلا ان انا ادردش معاك. فيجد مسج دايما حاسس ان انت راجل مش كفايه. مسكت في سلوك حسسك انك برنس وسط اصحابك ومحسسك انك جامد، مسكت فيه تك 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 تك، بقى هو الكوبينج مود بتاعك ادكشن. اهلك فجاه اكتشفوه، فشافوا ان انت بتدلع عشان هم مش شايفين ال 180 degree story. بس يعني برضو يعني انا ممكن اقول لك على حاجه في الحته دي شويه، ان مش بس الادكشن. يعني يمكن الادكشن دلوقتي بقوا، ممكن لو هنتكلم على الفاميلي فيجر في الحته بتاعت الادكشن، هم بقوا واعيين بده شويه، او بقوا فاهمين ان ده موضوع كبير او مشكله كبيره، فبندور على حلول ليها، سواء بقى بثيرابي، سواء بقى ايا كان الحل اللي هم هيتجهوا ليه. بس في حاجات تانية كتير ممكن يكونوا الاهالي او الناس الكبيرة سنا شوية بيشوفوها دلع، بس هي 100% مش دلع. لو احنا هنتكلم على، انا بشوف الديبريشن مقارنة بان احنا ممكن الفترة دي الديبريشن بقى عالي قوي، او بقى موجود كتير قوي بسبب بقى ظروف البلد، بسبب اللي بيحصل في غزة، بسبب في حاجات كتير جدا environmental مخليه ان الديبريشن هو نمبر 1 go to solution طير ما تحسش. بالظبط. فانا بشوف من ناس كتير ان لا، هو الديبريشن ده يعني ايه اكتئاب، ده دلع، ده بيتدلع، ده هو قاعد في البيت مش عايز ينزل، ده مش عايز يخرج، ده مش عارف عايز ايه، ده مش عارف ايه. لا، هو عنده مشكله. ف ده انا بواجهه كتير جدا. يعني انا ممكن اقول لك ان في كلاينت عندي جالي مع مامته. اوكي. فمامته جايبهولي بتقول لي يلا شوف هتعمل ايه فيه ايه، رجعهولي زي الاول، رجعهولي سليم، ردوا على البال. فاللي هو يعني انا مش سيرفيس سنتر حضرتك، فاهم؟ لا، هو الواد عنده مشاكل، او محتاجين ان احنا ندوس شويه حلوين عشان نحل في كل ده. فممكن ان ودي برضو مشكله كبيره ممكن نكون بنواجهها في البلد كمان، ان مفيش education بالموضوع كبير قوي
للناس الكبيره مش للشباب او للناس ال30s او ال20s. دول شايفين ان في مشاكل او شايفين ان في او عندهم الاديوكيشن بالموضوع بشكل كبير غير الناس الاكبر شويه. ده حقيقي جيل عن جيل في. انا دلوقتي صعب الاحظ ده يعني حتى لو انت مش راجل عندك مشكله، بس من كتر الكونتنت اللي الواحد بيكونسومه اكيد بتخبط في حاجات تلاقي الناس بقت فاهمه. بس هي الفكره، انا مشكلتي هقول لك حاجه يعني بقى، هقول لك بس بوينت اوف فيو ثانيه بصراحه. اكيد انا مشكلتي يعني في كلمات كده بحس ان هي محتاجه يبقى ليها احترامها شويه. تراما، انكزايتي، مش عمال على بطال يا باشا. مش كل فاهم حد كلكس جنبك تقول له انا جالي يعني فاهم قصدي اللي هو البرسبكتيف التاني بتاع الفيكتيم هود، او اللي هو هي الكلمات يعني هي ولا هي يعني هي كل واحد محتاج بجد. اعتقد المعيار ان انت تبقى صريح مع نفسك يعني، ولا انت تتحامى بكلمات علشان انت مثلا عارف ان في ديسيجنز محتاجه تاخدها، بس انت بتتحامى في شويه كلمات مدياك جرين كارد انك تفضل عطلان، ولا انت تنكر على نفسك الحق ان انا I need help. فهي بحس ان هي الموضوع مش ابيض قوي مش اسود قوي. المكيال اللي بيكيل الموضوع صح امانتك مع نفسك. يعني انا وساعات لما حد مثلا بعت لي هو بيكون اكتر صراع، انا حاسس عندي مشكله بس الناس بتقول لي انت بتدلع. لا، في السيتويشن دي امانتك مع نفسك بتقول ان فكك من الناس، انت عندك مشكله والناس بتبص ببرسبكتيف غلط. اكيد. على الصعيد التاني متاكد ده بيحصل معاك، انت ممكن تحرق مع كلاينت كميه جلسات وتلاقي قاعد يلف ويدور. طب انت ليه ما عملتش دي اصلا؟ طب ما هو دي فيرست ستيب في الريكفري. يعني بحس برضو ساعات بحس من نعمه ان انت تجيب قاع من سلوكك ان الموتيفيشن فور ريكفري بيبقى اعلى من الناس اللي هو بس هو انا مخيش بس مش مخيش قوي، فانا رحت ثيرابي بس مش قادر ادوس قوي. يعني اعتقد هل انت فاهم قصدي؟ انا اقول لك على حاجه، في ناس بتيجي الثيرابي عشان بس التايتل، عشان يبقى اسمي انا عملت اللي عليا رحت ثيرابي. ممكن بقى حد مثلا صاحبي قال لي على ان في ثيرابي او في ثيرابيست معين روح له، اهلي بيضغطوا عليا ان انا اعمل كده، مش عارف مين. براضي نفسي، اللي هو انا جيت عشان بس يبقى اسمي ما قصرتش، فانا جاي اشوف انتوا بتعملوا ايه او جاي اشوف انتوا بتبيعوا ايه. لا انا بواجه ده كتير جدا، فاهم؟ فلما بيبتدي هو يخش في الجيرني بتاعت الثيرابي شويه ويبتدي يكتشف شويه حاجات عن نفسه، هو بيغير طريقه تفكيره تماما. بس هي الفكره ان في مصر بالذات الورد اوف ماوث هو اللي بيدور في الحته بتاعت الثيرابي بالذات، فاهم؟ مفيش الكونسبت بتاع ان الشخص لو هو اصلا ستيبل كمان ما عندوش اي مشاكل نفسيه، هو بيحتاج ده علشان يكوتش حياته عامه 100%. فالفكره فين؟ الفكره ان كلنا محتاجين ثيرابي. انا بروح لثيرابيست، يعني انا ثيرابيست وبروح لثيرابيست، يعني دي حاجه طبيعيه جدا عندنا كمان لحد النهارده بالظبط. فدي حاجه طبيعيه جدا عندنا، لان انا بحتاج ان حد يمونيتور عليا، لان انا بمشي في تراك معين، سواء بقى في شغلي سواء في حياتي البرايفت سواء ايا كان، انا بحتاج مونيتور يساعدني في ده. بيساعدني في ده مش علشان هو اللي بيحركني، بس هو بيساعدني ان انا اخد تحركاتي بشكل صح، اقلل على قد ما اقدر الاخطاء. كلنا بنغلط، فاقلل على قد ما اقدر الاخطاء اللي انا بخطئ فيها. فطبيعي ان احنا بنحتاج مونيتور. المونيتور زمان كان الاهل، لو هنتكلم من فتره طويله جدا. دلوقتي عشان اختلاف الجنريشن كله بقى اتغير، ان انت مش عارف تبليت ليهم بالظبط. فهي المونيتور دلوقتي او الشخص او التيم اللي بيحركني في الحياه بشكل ابقى انا مستريح فيه، انا بشوفه دلوقتي 100% الثيرابي. بيساعد في حاجات كتير جدا لو الشخص ما عندوش اي مشكله نفسيه، بس هو بيساعد في حاجات كتير جدا ان انت تعرف تعمل مانجمنت لحياتك، ان انت تعرف تعمل كنترول على نفسك بشكل كبير. لو انت عيوبك بتتحرك في حاجات كتير، تعرف ازاي تحجم ده او تعرف ازاي ان انت ما تخليش ده اللي بيحركك في الحياه. فالحاجات دي حاجات في الشخصيه او في الجولز بتاعت الشخص، ملاش اي علاقه بحاجه نفسيه تماما. صح، لان برضو هو الفكره كلها برضو ان انت ممكن مثلا تبقى حياتك زي الفل وبعدين انت خدت ستيب تقيله، زي ان انت مثلا هتبتدي بيزنس بتاعك او دخلت ريليشن شيب جديده. فطبيعي حتى لو انت راجل مش تراماتايزد، بس طبيعي الحاجات الجديده بتشغل افكار ان انت بتبقى قلقان من المجهول، فممكن تخليك تصرف تصرفات مش هيلثي
فحتى لو انت زي ما انت قلت يعني، حتى لو انت مش الراجل بقى اللي طفولته كان فيها مشاكل وبتاع، بس كل ستيج في حياتك زي اكنها مور اوف لايك تشيكن كده، وتتكلم وبرسبكتيف، وممكن تعمل ده مره في الشهر يعني هي مش فريكونسي او حاجه، بس انت هو الفكره النقطه في ايه؟ قبول ان انت من حقك وطبيعي انك تجت جايدد. يعني عايز اقول لك ان دي برضو فلو في الكالتشر وليها علاقه بالاهل، ان انت اصلا في ناس بتحس بالشيم، فكره ان انا محتاج اروح، ده في حد ذاته بيقول ان انا راجل ديفكتيف او راجل عندي مشكله، فبيقاوح وبيتخانق مع النيد ان انا اصلا محتاج اقعد مع حد واتكلم معاه. فاهم قصدي؟ حقيقي جدا. فمنطقي اللي انت بتقوله. بص انا بالنسبه لي يعني يمكن ده لمسني برضو، لان انا مستغرب نفسي دلوقتي. يعني انا في فتره، وساعات على فكره الموضوع ده بيشككني في نفسي، يعني انا في فتره كنت بروح كل اسبوع للمعالج، وبعدين فريكونسي قلت، ودلوقتي كل 3-4 شهور. فساعات بخش مع نفسي في الديبيت، وانا كويس ولا انا عامل نفسي كويس؟ على فكره الموضوع ساعات بيبقى بيزاول لما توصل لمرحله من الجروث، لان انت متعود ان افكارك بتزاولك، وافكارك ممكن تلبسك في دايركشن. فاللي اتعلمته، ودي حاجه ليها علاقه بالبوينت اللي انت بتقولها، ساعات انت ممكن تقعد فتره كبيره في حياتك اللي بتنام فيه بتصحى فيه، فمفيش حاجه جديده محتاج فيها ثيرابيست، انت بقيت بتمانج الكارنت ستيت 100 بس وارد كل فتره تخش على حاجه جديده، هنا بتقول لا انا محتاج اعمل تشيك ان تاني. فهي الفكره انت اللي بتقيسها، لو انت راجل يعني اونست مع نفسك، trust yourself انك لو عديت مرحله كبيره ثيرابي، انك تقول انا دلوقتي امتى اعرف اقول لا بجد انا محتاج اتشيك ان تاني وبتاع، والفتره دي فيها متغيرات بنت لذينه، فانا محتاج اتاكد مش صح، وبين الدنيا بقى لها 6 شهور زي ما هي، فيعني محتاج اثق في نفسي ان تمام. لان هو برضه عارف الكريتيكال فويس دي، الكريتيكال فويس ساعات بيلبس دور الحكيم قوي، لا انت كده فاهم، انت كده بتغفل نفسك. يعني دي من الحاجات اللي انا كنت بعاني فيها، اللي هو ساعات بتعرف محتاج تفرق امتى لا هنا في انكار او مراوغه، امتى انت محتاج تثق في نفسك وتفكك من التشكيك اللي دماغك اللي انت باي ديفولت متعود عليه وانت صغير. عارف اللقطه دي؟ انا فاهمك، بس يعني انا ممكن اجيبها لك باكزامبل ملوش علاقه بالثيرابي عامه خالص. يعني انت بتسوق اكيد ومعاك عربيه، وانا بسوق معايا عربيه، واكيد الناس اللي سمعانا بتسوقوا معاها عربيات، واللي ما عندوش عربيات عنده واحد صاحبه عنده عربيه، ففاهم اكيد الدنيا بتمشي ازاي. بس هي الفكره دلوقتي انت لما بتجيب عربيه، والعربيه دي بتاعتك، والعربيه دي انت لا قدر الله عملت بيها مشكله او حادثه او ايا كان، فانت عايز تصلحها، فانت تمام. بتاخدها بتوديها السيرفيس سنتر او التوكيل بتاع العربيه. ما حدش بيروح التوكيل دلوقتي طبعا عشان الدنيا بايظه تماما. والله بس انت بتروح سيرفيس سنتر كده صغير حلو هيلم معانا الدنيا، فهو بياخد العربيه بيصلحها لك، تمام، وبيخليها لك كويسه وبيديها لك. انت دلوقتي اخدت العربيه كويسه ومشيت بيها شويه، العربيه دي قعدت تتصلح مثلا 2-3 شهور ايا كان، بعد كده انت بتاخدها. لما انا بمشي بالعربيه انا بيبقى عندي السيرفيس الارم بتاع العربيه بينور لي كل فتره، فبيقول لي ان العربيه دي عايزه سيرفيس على حسب ماشي بيها بقى. انا بمشي كل يوم بتحرك بيها، انا راكنها بتحرك مرتين في الاسبوع، صح. فكل شويه بيطلع لي الالرت بتاع ان العربيه محتاجه سيرفيس. هو ده الالرت اللي بيخليك تروح تاني تاخد سيشن مع الثيرابيست بتاعك، عشان تشوف التحركات اللي فاتت دي كلها مأثرة عليا في ايه، مشاعري عاملة ازاي، طب الديسيجنز اللي انا باخدها كويسة ولا لا. ببتدي ان انا اعمل زي ما انت قلت التشيك ان بتاعي، بس ده لما الالرت بتاع السيرفيس ينور لي. فهي البوينت ان الثيرابي في الاول على حسب طبعا الكلاينت ده عنده ايه او مشكلته عاملة ازاي، فبيحتاج ان هو يشتغل فترة محترمة من الثيرابي. الجيرني دي بقى بتاخد مثلا 3 شهور 4 شهور 5 6 ايا كان، على حسب نوع المشكله، وعلى حسب الكلاينت ده متعاون ازاي او بيتعامل ازاي مع مشاكله. بس بعد ما بنخلص الجيرني المحترمه اللي في الاول، هو بيحتاج زي ما انت بتقول كل فتره يعمل تشيكن. التشيكن ده بيبقى على حسب هو بقى هو بقى عنده وعي بنفسه، وعي بكل حاجه، وطريقه تفكيره اتغيرت، وبقى بيشوف الدنيا بشكل الادلت شويه زي ما انت قلت. فهو بيبقى عارف انا دلوقتي انا محتاج اروح اخد سيشن عشان اشوف واتكلم على مشاعري الفتره اللي فاتت، واتكلم على افكاري، واتكلم على الديسيجنز اللي عندي، واتكلم واشوف الجولز اللي انا عايز اوصل لها. فهنا هي دي الالرت بتاعت السيرفيس لما بتنور. ف امتى بتنور؟
لما حاجه نسبيه جدا. كل واحد وغير التاني. كل واحد بيحرق قد ايه. لو انت بتسافر كل يوم فيها هتنور في خلال 4 شهور بالظبط. لو انت مرتاح وحياتك لذيذه واخرك مشوار مش عارف ليه في اسكندريه فممكن تقعد سنه. فاعتقد انت بتقول ما هو هي ريليتد برضه، عشان كده بقول لك هي ريليتد بمعدل الاسترس ومعدل الشحوره في حياتك. انت ممكن تكون راجل كل يوم بتتخبط وكل يوم حوارات وكل يوم حاجات ستريسفل، فانت محتاج رعايه نفسيه وهندله اكتر من حد دنيا لذيذه ستريسز على القد بتاع. وبالنسبه للنقطه دي بصراحه برضه عشان بتتكلم على الاوضاع الحاليه، بص يعني انا بحس انا اللي نافع معايا والمخليني قاعد كده محافظ على صوابي، مش هقول لك كلمه اقل من كده، ان علشان كميه الحاجات اللي توتر واللي لو اديت ودانك ليها بتحصل حواليك تجيب اي حد ارض اطخن تخين مبطل. انا بقيت يعني ماسك بايدي واسناني في ان انا اعمل بابل لنفسي. بقيت كده اللي هو من كتر ما في فرق في الحياه وحاجات بتستاذ بلاقي نفسي اللي هو ايه، عارف اي حاجه شم من ريحه ان هي ممكن تكون مصدر عوق، لا انا كفايه هندلتي لنفسي، كفايه ان وسط كل ده بحاول اكون متزن، بحاول اكون عندي امتنان، بحاول اشوف البوزيتيف. طبعا في حاجات غصب عني الواحد مش بيعرف يتجنبها، يقعد مع اهله مش خلاص فاهم، بتروح الزياره الاسبوعيه بتطلع عيان فاهم يعني ده خلاص دول. بس الحاجات التانية بجد يعني الوقت ده اكتر من اي وقت تاني بحس ان انت محتاج يعني شايف تحط نفسك الاول بشكل او باخر. لان اللي حاصل مع اي حد عنده بس بيشعر انكزايتي، يعني اي حاجه تعليله الانكزايتي تعليله الديبريشن، لا محتاج يعني اكتر من اي زمن تاني ممكن يكون فاهم قصدي. يعني في اوقات بحس ان الحياه كانت اهدى. دلوقتي انا حتى السوشيال ميديا، انا عايز اقول لك ان فيسبوك انا بفتحه مره كل 4-5 شهور بيعيني جدا. في حتى سوشيال نتوركس معينه سكرولينج على الفيد 10 دقائق ممكن يخليني ضربات قلبي، بحس ببانيك، انا ببانيك بسهوله بصراحه. بحس ببانيك سيمبتومز، كميه النيجاتيفيتي بحس ان هو فاهم. وانا الديفولت بتاعي ان انا اول ببقى عايز اسيب العالم كله، ده نمطي يعني كل حاجه عايز تكون كويسه، فبحس اوتوماتيك اللي بيشتغل عندي حته كنترول. فاللي هو بقى مفهومي عن العجز بقى واسع. يعني مفهومي عن العجز اللي هو انت اي حد وجهه نظره مختلفه معايا وهلاقي ان انا محتاج احرق كهرباء كتير عشان اوصل وجهه نظري، بفضل اقول تمام. انا بقيت كده فهمت تمام، انت اللي هو انت عايز دي وجهه نظرك يا عم، تمام طب تمام ماشي، طب هناكل ايه بقى؟ مش ناقص، كفايه الواحد بيظبطه جوه نفسه فاهم قصدي. بس يعني انا بص انا فاهمك، بس انا ايه يعني ممكن اقولها لك برضو بطريقه تانية، يمكن برضو بسبب الظروف اللي احنا فيها دلوقتي مع الكلاينتس اللي بيجوا لي معظمهم. احنا لو هنعمل مثلا كومباريزن ما بين من 10 سنين والنهارده، من 10 سنين انت كنت بتنزل تقعد مع صحابك مثلا على القهوه، بتقعد تلعب ستيميشن، بتقعد تشرب شيشه، بتتكلموا بتضحكوا بتعملوا. انما لو عملنا الكومباريزن دي ما بين دلوقتي كمان، لا دلوقتي انت بتلاقي ممكن تنزل تقعد في القهوه تلاقي الكونفرزيشن كلها دايره على غزه بالظبط. فالاطفال اللي ماتت واللي مش عارف ايه، وده يوري التاني فيديو، وده يوري مش عارف ايه، وده يوري، كل ده بيعلي الحته بتاعه الانكزايتي عند البني ادم جدا. فتلاقي الترابيزه اللي جنبهم بيتكلموا على ظروف البلد ومفيش فلوس ونعمل ايه وهنصرف ازاي وبيتي، وتلاقي ترابيزه متجوزين عمالين يشتموا في البيت وعمالين يشتموا في الفهم في مصاريف البيت. وتلاقي طب ليه التحول ده حاصل؟ هو بسبب الحته اللي انت بتكلمني عليها، ان الدنيا من برانا كبني ادمين، من حاجات اللي ما تخصنيش انا كشخص، اتغيرت تماما. التغير بتاعها ده خلى نفسيه الشخص رايحه في 60,000 داهيه. فطبيعي ان انا لما اخش على الفيسبوك كل يوم، على الانستجرام، على ايا كان التيك توك، واقلب الاقي اطفال بتموت، ولا حاجات بتتدمر، ولا اوكرانيا بتتدمر، ولا مش عارف ايه، وكل الحاجات دي طبيعي ان هي هتاثر عليا. بس يعني انا لسه واحد صاحبي حتى قريب مني جدا، هو ستيبل جدا، شخص ستيبل جدا، وشغله كويس وبيته كويس وحياته ماشيه كويسه جدا، بس هو دخل في اللوب بتاعه غزه، وبيتفرج على النيوز كل يوم، وبيتفرج على الاحداث هو عنده بريشن فظيع في حاجه هو ملوش يد فيها، في حاجه ما تخصش حياته الشخصيه، مرش بمشكله مثلا تخصه هو او تخص بيته او تخص شغله، فخلته في الديبريشن اللي هو فيه. بس هو في ديبريشن عالي جدا بسبب الحاجه اللي هو ملوش يد فيها، خلته مش عارف يشتغل، مش عارف يقوم بدوره في بيته، مش عارف يعمل اي حاجه لنفسه، بيتمرن وجسمه كان كويس جدا بقى ضعيف جدا، ما بيروحش الجيم، ما بيعملش اي حاجه. فحياته كلها اتغيرت بسبب حاجه
هو ملوش يد فيها او مشكله هو مش ما تخصهوش كشخص. فطبيعي جدا الانفايرمنت بتاثر علينا جدا. فانا عايز اقول لك ان انا معظم الكلاينتس الفتره الاخيره اللي بتجيلي او اللي بتفولو اب معايا هي بتيجي نص السيشن هي بتتكلم على الاحداث اللي بتحصل. طب احنا ليه روحنا في الحته دي؟ هي دي الفكره، ان انا زي ما انت بتقول انت بتعمل البابل بتاعتك لنفسك. البابل دي بتحميك، هي بتحميك من ان انت ما تتعرضش او نفسيتك ما تتبهدلش بسبب ظروف انت مش هتعرف تغيرها. انت عارف النقطه دي انت صح جدا. النقطه انا بحاول ابص يعني هقول لك ايه الفكره اللي انا يعني مسكت فيها ومدياني قناعه ان انا اكون منعزل شويه. هقول لك بصراحه ايه. بص، انواع يعني انا شايف ان في انواع مختلفه من خلينا نسميها مثلا من تزكيه النفس. في الجهاد بتاعك انت ما بينك وبين نفسك، ان انت كبني ادم بتحاول تكون انسان احسن، تحاول ما تكونش مؤذي لحد، لو هيبقى لك اثر في حياه حد فيكون اثر ايجابي، كل ده يحتسب لك. فالفكره كلها دايما بيكون الصراع بتاعه، وزي ما انت بتقول اي بني ادم يعني طبيعي وبيحس هيتفرج على هيشوف اللي بيحصل وهيزعل، لان ده دليل ان هو بني ادم بيحس. طبعا هي النقطه كلها انت محتاج تشوف ان انت الموضوع مش ابيض واسود. انت في حاجات بتحصل انت زي ما تقول مالكش ايد فيها، انت ما فيش حاجه تقدر تعملها، بس خليك ذكي ان دماغك وافكارك ممكن تستخدم ده ضدك عشان تدخلك في لوب هول بنت لذينه، تبقى انت ولا انت مفيد لنفسك ولا انت مفيد. طب انت عملت، فاهم قصدي؟ اللي هو الدايليما بتاعت لا انا بس عشان ما بقاش حاسس بالذنب. يعني الموضوع انا عارف ان هو شائك شويه، بس بحس ان في جزء منه ساعات بيكون جوه الواحد عشان ما يحسش ان هو ندل او بارد، ان هو مش متابع او بتاع. ففعلا ده اللي انا حتى عملته مع نفسي. انا عارف انا راجل عندي مشكله مع الانكزايتي، انا ببانيك بسهوله وانا حساس جدا للحاجات اللي بتسبب ستريس. 10 دقايق من الحاجات دي بتحطني في حته منتل وحشه جدا. انا الحته دي عندي عجز فيها، انا عارف نفسي. طيب انا النهارده طب قشطه، طب فاهم حياتي، طب انا اللي هو مثلا عايز افيد الناس في كذا، فانا بحس ان كل واحد برضه يعني محتاج يبص لهيز اون جيفت. انت لو في حاجه انت مالكش ايد فيها انك يبقى ليك دور فيها، بس انت اكيد في حاجات في حياتك ليك دور فيها ووعك مش هيفيد حد. يعني بتربي بنت، بتشتغل شغلانه، بتساعد حد، بتطلع صدقات، يعني ايا كان انت فاهم يعني جيري سبيكينج. يعني لان انا عارف ان الموضوع ده انت ممكن حد يبقى مثلا عدى بثيرابي وتمام وزي ما انت بتقول كله زي الفل، بس يجي في دي مش قادر يجستيفاي ان هو يبعد، مش قادر يجستيفاي ان هو يعمل بابل. هو ده اللي حاصل فعلا، ان يعني هي يعني الظروف دي خلت ناس كتير جدا تطلع بره البابل بتاعتها وتسيبها وتسيب كل الريسبونسابيلتيز بتاعتها وتركز هنا. وتركيزه هنا ده بيخليه هو يبقى بيدستروي حياته بشكل هو مش فاهمه او هو مش حاسس بيه. طبعا اللي بيحصل هو حاجه مش لطيفه وحاجه كلنا متضايقين على ان هي بتحصل، بس ده مش هيعطل لي حياتي، لان تعطيلي لحياتي هو مش هيساعد ان الدنيا هناك تبقى كويسه. لا اتفرج وتابع واعمل، بس ما تغرقش، لان الغرقان ده هو اللي بيخلي الواحد خلاص انا هسيب كل حاجه وافضل مركز هنا واشوف ايه اللي بيحصل. وده هيخليني انا ببعد عن حياتي الشخصيه تماما. انا شخص من الاشخاص، انا تابعت فتره انا لقيت نفسي انا خلاص انا مش عارف اشتغل، دماغي كلها حاجات مش كويسه بسبب الاحداث اللي بتحصل في غزه. انا مريت ممكن من اسبوعين كده 5-6 ايام مش عارف اشتغل فيهم، يعني مش عارف اشتغل فيهم لان انا دماغي بقت مش هقول نيجاتيف بشكل كبير، بس بقيت متاثر جدا بسبب اللي بيحصل. فده خلاني انا مش عارف اساعد الناس خالص. فخدت يعني عطلت شغلي شويه اسبوع ورحت خدت سيشن مع الثيرابيست بتاعي واتكلمت معاه وطلعت مشاعري وطلعت كل الحاجات اللي جوايا علشان اعرف اكمل، علشان انا حسيت ان انا بطلع بره ادهم نفسه ورايح بقى في الحته بتاعت الشخص اللي ابنه توفى، البنت اللي فقدت ابوها، اللي مش عارف ايه، ازاي هما بيعملوا كده وازاي دول ما بيعملوش كده وازاي غرقت في ده. فده خلاني بعدت جدا 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 عن نفسي. بص يعني حتى تكملة على اللي انت بتقوله، اعتقد هي حاجة من الحاجات اللي بحس ان هي بتبقى مفتاح ان الواحد يعرف يعني الفرق ما بين حد بيعرف يبطل فترة كبيرة ويبقى في حتة كويسة، ما بين حد ممكن يبقى اون واوف 2-3 ويقع. مش معنى كده ان هو عنده مشكلة قشطة كلنا بنعدي، ده مش قصدي. بحس ان هي جزء منها حتة
انا عارف نفسي، يعني قبولك لنفسك وتكوينتك. انا عارف ايه اللي بيعطلني، ايه اللي بيغرقني، ايه اللي بيشعوذني، ايه اللي بيحطني في حته كويسه، ايه اللي لما ابقى يعني انا نفس الموضوع. انا الفتره اللي فاتت اللي مخليني واقف على رجلي ان انا لقيت ريسيبي دي بتقول 5 ايام شغل اخره 8 جيم ما ينفعش يتساب، بيديني الدوز بتاعتي اللي بتظبط لي دماغي. صحابي، عارف عملت الخلطه دي طول ما انا اكتشفت ان طول ما انا مظبطها تمام، طول خيشته واديت اعذار فاكس جيم بلاقي نفسي اوتوماتيكلي. يعني هو خلاص، يعني ساعات يجي الصوت اللي هو بتاع مش كفايه بقى، بس هو يعني انا مش بلاقي حل غير ان انت محتاج تقبل كل يوم ان انت كل واحد ليه تركيبه بتنفع معاه شويه حاجات في حياه الريكفري. لما بيكون مواظب عليه بيكون في ما بين قوسين في حته كويسه، ده بيخليك تعرف تأدي. حته كويسه دي بتقع وبتيجي على الحته الحاجات بتاعتك، كل اللي انت بتبنيه فوق بينزل. يعني انا حتى في الشغل، انا في فتره كان مفهومي عن خلاص بقى شركه، فدايما في الصوت اللي دي شركتك واوعى و14 ساعه في اليوم وبتاع، بعرف اعمل ده يومين 3 وبنام في الخط بعد كده. لقيت ان اكتر حاجه مساعدني لا هو بالعكس، هو انا لما اقول من 8 الصبح اخري 7، هو ده في صالح الشغل اكتر ما في صالحي، لان انا بعرف ادي نفسي حاجه اخر اليوم، فبعرف اصحى كويس، فبعرف حوارات تاني وستريس تاني. فالحته بتاعت اللي هو الفيلم المي تايم او الجزء اللي انت بتشحن بيه. فانت لو شغلك حياتك كلها ستريس ولا تيجي بتشحن بكميه الاخبار المؤسفه اللي بتحصل، انت بتعضعض في بطاريتك، فاهم يعني انت مش حاجه. ما هي الفكره بقى يعني في الريسيبي اللي انت بتقولي عليه ده، هو احنا كبني ادمين اللي بيحركنا او الانجن بتاعنا هو نفسيتنا. انا نفسيتي حلوه فانا هعرف اعمل كل حاجه او كل الريسبونسبيلتيز بتاعتي بشكل حلو، هعرف ابقى مبسوط وببسط الناس اللي حواليا، هعرف ابقى ماشي في حياتي بشكل انا مرضي بيه جدا. بس لو نفسيتي مش حلوه كل حاجه هتبقى العكس. فهي الريسيبي اللي انت بتكلمني عليها دي والريسيبي اللي عندي والريسيبي، كل واحد ليه الريسيبي بتاعته او الخلطه بتاعته اللي بتخلي الاكله اللي هو بياكلها طعمها حلو بالنسبه له. فالبوينت فين؟ البوينت ان الريسيبي دي محدش بيعرف يجيبها من نفسه، كلنا بنحتاج صاحب يساعدني في ده، اهلي يساعدوني في ده، زوجة او خطيبة او بنت بصاحبها بتساعدني في ده، محتاج شخص ممكن يبقى عنده النو هاو شوية ان هو يقدر يساعدني في ده، وده اللي احنا بنسميه الثيرابي. بالظبط. فالخلطة اللي انت بتكلمني عليها دي انا معرفتش كأدهم اجيب خلطتي من غير مساعدة الحاجات اللي انا بقولك عليها دي ليا. انا معرفتش اجيب الخلطة بتاعتي غير لما فهمت نفسي. انا فهمت ان انا شخص بيحب الرياضة بس انا ما بحبش اروح العب كورة، بحب الجيم. اوكي. فروحت الجيم. انا فهمت عن نفسي ان انا ما بحبش الشغل، ان انا ابقى شغال في فيكسد اورز وفي شركة والشغل الفورمال قوي ده انا ده ما بحبوش، فلجأت ان انا اشتغل حاجة تانية. كل ده انا ما عرفتوش مني لنفسي. بالظبط، that's the point. بالظبط. فانا عرفته بمساعده حاجات كتير جدا ليا، فعرفت اجيب خلطتي اللي تخليني انا ماشي في الدنيا دي. بأثر في حاجات طبعا، ما كلنا بنأثر، بس لما بأثر ببقى عارف انا مأثر في ده، فده مأثر عليا بالشكل ده، فانا هرجعه تاني. انا الفتره دي تعبان فما روحتش الجيم علشان عندي دور برد قوي، فده مأثر على نفسيتي شويه، بس اول ما هقوم على رجلي هروح الجيم تاني عشان نفسيتي ترجع كويسه، علشان اعرف اكمل الريسبي بالشكل اللي يطلع لي بيها الاكله اللي انا ببقى مرضي جدا وانا باكلها. فهي فعلا زي ما انت بتقول، هي كل واحد ليه الريسبي بتاعه، كل واحد ليه الخلطه بتاعته اللي بتساعده في الدنيا ان هو يبقى ماشي مبسوط. انت عارف لما يعني عجبتني الغلطه دي، هو ده رجعنا، عارف لما كنت بسأل السؤال الاولاني اللي هو الثيرابي ليه لازمه ولا هو وزي ما انت بتقول هو دوره ان هو يعرفك ايه اللي لما تعمله انت بشخصيتك بالتراuma بتاعتك بدماغك اللي في منها ناس متركبه العكس بتبقى تمام. هو بس his helping you find the way بشكل او باخر. فهو مش هو اللي هيحللك، مش هو الفيكس بتاعك، وفي نفس الوقت انت حقك بسميها حق الارشاد. يعني عارف اللي هو يعني انت حقك حد يجايدك، سواء حتى في الشغل. يعني احنا في الشغل عندنا حاجه بصراحه من الحاجات اللي بحب يعني بحترمها جدا في شريكي وتعلمتها منه.
ان هو في البيج ديسيجنز تمام، هو ماسك، هو شيف اكزيكتيف وانا احنا تيم بارتنرز وانا ماسك حته البرودكت. هو ما بيتكسفش ابدا ما ياخد قرار كبير، هنريز فلوس من انفسترز، الناس بتعمل ايه، هو حاجه جديده، فاللي هو مش هو لا او هنشوف لا، بيكلم طب واحد صاحبه ريز فلوس قبل كده، طب ايه، طب العقد اخليه ازاي، هو عارف ان هو كده كده هيغلط، بس انت بتحاول تبعد عن الغلطات اللي تحرق 6 سنين من حياتك، يعني بتحاول حد بس يقول لك لا امشي الباب ده احسن من فحتى يعني حتى بعيد عن بزنس وايز بيرسونال لايف وايز انت دايما تمام طالما انت مش بتتكبر على حته انا محتاج جايدنس، انا محتاج حد يقعد معايا ياخد ويدي معايا فيساعدني افهم طريقي ونفسي بشكل احسن من دماغي لوحدي، لان انا كل وده عايز اقول لك ان ده اللي بيحببني في القرايه. انا حرفيا يعني انا بحب القرايه خاصه في الحته بتاعت السايكولوجي والبيهيفير سايكولوجي، ان انا بحس ان كاني بستلف دماغ الاوثر. يعني انت لما تقرا كتير انت رغم ان انت ولا قابلت الراجل ده ولا الست دي، بس انت البرسبكتيف بتاعك بيبقى واسع جدا لان انت قاعد تشرب بوينت اوف فيوز تانية، ففهمت حاجات كتير. فنفس الفكره انت الثيرابيست هو بينقل لك بوينت اوف فيو، بينقل لك اكسبيرينس، هو راجل مشى في الحته دي فبيقول لك بلاش ده هيخيشك ده هيعملك، فبس يعني تاكيدا على اللي انت بتقوله. وخليني اقول لك على حاجه برضو في الحته الاخيره اللي انت قلتها، ان الثيرابي عامه او الثيرابيست هو مش الشخص اللي انت بتيجي ترمي الديبندنسي بتاعك عليه كله. يس ديبندنسي بالظبط. انت هو بيساعدك في اي حاجه انت هتروح فيها، مش بيكنترول عليك. يعني انت لو انت مثلا كلاينت عندي وانت جاي بتقول لي انا عايز اخش في الحيطه دي بدماغي، هقول لك خش، انا معاك كده كده وهساعدك، بس خلي بالك الحيطه دي هتفتح لك دماغك. لو انت قابل تفتح دماغك انت انت عايز تخش ولما دماغك تفتح اجيب لك مناديل وهساعدك مش هسيبك، بس خش وجرب. ما انت لو ما دخلتش، اصل في ناس بتبقى دماغها متركبه شويه ان لا انت اللي بتقوله لي ده مش صح فانا هخش. طب خش. فلما بيخش ويتعور ويجي يفهم، ده بيكسر عنده حته ان لا هو الموضوع ده معاه حق او الشخص ده معاه حق، فانا هديله شويه تراست. فالتراست هنا ده بيتبني او بيكبر مع بقى الجيرني اللي بيمشيها. بس لازم في اول الثيرابي او في اول الرحله دي ان الشخص بيخيش له تخيش. صح، لانه اصلا الديفولت بتاع الناس، اصل هو لما تيجي تفكر فيه، لو انا طول حياتي عندي مشاكل في العلاقات وعندي مشاكل في تراستنج الناس ودايما حاسس ان انا هيتحكم عليا وهتهاجر، ما هو اكيد مش طبيعي ان انا اول ما اخش واقعد في كورسي مع ثيرابيست ان الدايناميك يبقى هيلثي وسيف. اكيد هبقى متحفز طبعا. ممكن دماغي تحكم على اللي بيقوله الراجل ده بيقول اي كلام، فده طبيعي يعني وزي ما انت بتقول هو انت يعني هي طريقه لفه قوي، بس في ناس انا خيشت ده كان عنده حد بتخيش فانا الراجل ده بيفهم فابتدي اترسته اكتر بالظبط. بس انا جربت، انا خدت قراري، كأن عارف في ساعات افكار في السب كونشس كده اللي هو، ودي انا حتى مريت بيها الفتره حتى مع علاقتي مع اهلي، كنت بعاند لغرض العناد. يعني مثلا هو راجل عايز شمال انا اقول له يمين، انا مش فاهم ليه. كنت انا كان مثلا في غضب او عندي دايما احساس ان اي حد هيديني امر وانا نفذته انا ابقى هفق، دي الفكره اللي كانت عن نفسي. فكنت بعاند للغرض ده. فلقينا لما دخلت الثيرابي في الاول كده او مثلا او العكس ابقى البيشنت المثالي، الراجل ممكن اوصل له صوره شويه هيعلق لي صوره بره رغم ان انا عيان وكله بيرفكشنزم، بس انا الاقرب للراجل اللي بيتعالج هو زي بيقولوا عليه الانسكيور اتاتشمنت او الاتاتشمنت غير صحي. فانت الصياعه كاي حد في ثيرابي، انا باش انا هديك حق انك توصل للتراست معايا بريتمك مش بريتمي، مش هفورس عليك انك تتفصل. انا عادي جدا احمل اللي انت عامله، خش في الحيطه دي والحيطه دي بس. صح، هي دي بالظبط فاهم. يعني هي دي بالظبط. يعني يمكن انت وانت بتتكلم كده انا افتكرت كلاينت عندي جه في دماغي دلوقتي. اوكي. هو عنده مشكله ادكشن واشتغل مع كذا حد وكان بيريلابس على طول بيريلابس، فحد عمل له ريفير ليا وجالي وابتديت اشتغل معاه. طب انا بيني وبين نفسي بقى فاهم، يعني انا عارف معظم الناس اللي هو اشتغل معاها، وبيني وبين نفسي طب انا هعمل ايه مع الزياده فاهم. طب ما هو اصلا الشخص ده يعني خلاص جرب هنا وجرب هنا وجرب هنا وجرب، انا هديله ايه زياده؟ فانا اديت له الحته اللي انت بتتكلم عليها، اديت له حته اللي هو لا اعمل اللي انت عايزه وانا كده معاك، ولما هيحصل اي مشكله هنحلها، فخش في اي حاجه انت عايز تخش فيها. الحته دي خليته يتغير تماما.
خليته يفكر في الموضوع او في الثيرابي او في الجيرني اللي هو ماشي فيها بشكل ان انا ماشي مطمن. انا ماشي مفيش حد بيهددني، مفيش حد بيكنترول عليا، مفيش حد مركز مع اللي انا بعمله، مفيش حد. لا، انا اديت له الحريه تماما، اعمل اللي انت عايزه، وكده كده اي حاجه هنلحقها، هنظبطها، هنلمها، هنشوف وصلتنا لده ليه. فده خلاه هو ماشي في الجيرني. اصلا انا لو مش ماشي في رحلتي ايا كان هي ايه المشكله اللي عندي اللي مخلياني ابتدي ثيرابي، لو انا ماشي مش حاسس ان انا ماشي بتطمن او لابس يعني انت لو رايح مثلا فرح لابس بدله ضيقه هتبقى مش مخنوق بالظبط، ولو لابس بدله واسعه هتبقى متزاول برضه. انما انت تبقى لابس بدله اللي مريحاك. فلو انا ماشي مش مرتاح هخيش بالظبط. فالمهم ان انا ابقى ماشي مرتاح. فانا اديت له الحته دي خليته هو ماشي مطمن جدا. هو مش عايز يغلط، مش عشان هو مش عايز يغلط عشان خايف مني او عشان انا هتضايق، هو حاسس ان هو مطمن. انا ماشي، انا لو غلط هتلحق، لو انا عملت مشكله هعرف سببها ايه وهحل فيه علشان ما اعملش المشكله دي تاني. فهو بقى ماشي مطمن. فهو 100% لو احنا هنقسم الثيرابي على الثيرابيست والكلاينت، هو الكلاينت هو اللي عليه ال 80% من الموضوع، ال 20% التانيين دول بتوع الثيرابيست نفسه. بالظبط. ان انا بوريك بنور لك على الدنيا فيها ايه، وسالك معاكوا بالراحه، ومش مش يعني فاهمك وفاهم ان انت ممكن ديفنساتك النفسيه تشتغل من كلمه، ففاهمك ومديك مساحتك واشتغل معاك زي ما انت قلت بمنتوريو بالظبط بشكل او باخر يعني. فلو احنا لفيناها وانا كنت عايز اعمل 80% بتوعه، فانا كده هبقى رزل جدا، هبقى بكنترول عليه جدا، هبقى كانه ابني، فاهم؟ ممكن يبقى تمام معاك، اول ما يسيبك الدنيا تبوظ. بالظبط. انت عايز الفكره كلها، ودي النقطه. الفكره كلها ان تقون يعني. انا عارف بتخيل ان هي مثلا طول حياتك لو انت راجل افكارك ومشاعرك موديك في حته مش حلوه، انت دايما قاعد على كرسي جنب السواق. هو الثيرابي بالنسبه لي وصل مرحله اون يور لايف. سو انت شوف انت عايز تروح فين، انت راجل فاهم قراراتك، عارف بتاخدها محركها ايه، فاهم عواقب، فاهم يعني ايه قبول، فاهم يعني ايه مش عارف ايه. خلاص فاهم. اخر حاجه انت ممكن توصل لستيج احسن حاجه الثيرابيست يقولها لك، باش اعمل اللي انت عايزه. يعني انت خلاص انت عارف اللي فيه، اعمل اللي انت عايزه. ما تجيليش تبقى عايزني اقول لك البيرفكت انسر، اعمل اللي انت عايزه. فصح جدا، صح جدا. انا والله بجد ممتن للقعده دي حبيبي. انا اللي مبسوط والله بالقعده الجميله دي، ومبسوط ان انا يعني سجلت معاك، دي حاجه كبيره جدا. وانا جدا، ربنا يخليك ان شاء الله نعيدها تاني. اكيد يا حازم، اكيد. شكرا يا معلم. حبيبي.